ما تجربوا طريقتي في الرنجة، هتخسروا ايه؟ هتقولي لي وهي الرنجة فيها عمايل؟ هقول لكم ايوه. تابعي الفيديو ده للاخر هتعرفي ان الرنجة ليها كذا طريقة. اللي اول مرة يشوفني، انا ميمي ودي قناة، ولمتابعيني انزلوا صلوا على رسولنا الكريم في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا بينا نشوف الرنجة ليها كام طريقة. انا قبل ما اعمل اي حاجة بحب اجهز حاجتي كده حواليا علشان الدنيا ما تتكركبش معايا. بجيب البصل الاخضر وبنضفه، بقطع طماطم صغيرة وفلفل حامي صغير وفلفل رومي، بجهز الليمون والطحينة، بجهز كل حاجة والزيت. وتعالوا بقى اقول لكم وانتوا بتشتروا الرنجة، اول حاجة تكون الرنجة كبيرة وحلوة علشان يكون فيها لحم. بتك على بطنها كده بلاقي بطنها ناشفة، دي كده البطارخ الناشفة. لكن لو لقيتي بطنها ناعمة معاكي يعني دي بطارخ طرية. اول حاجة بشيل الدماغ خالص، بركنها على جنب وببدأ افتح البطن الاول. طبعا انا ما حبيتش اسرع الفيديو في الفترة دي علشان البنات المبتدئة. انا عارفة ان مفيش بيت اصيل في مصر ما بيعرفش ينظف الرنجة، لكن في بناتنا الجداد بيبقوا لسه مش واخدين على الموضوع ومش عارفين ازاي ينظفوا الرنجة. فانا بعلمهم طريقة كده يخلوا بيها الرنجة وما يبقاش فيها شوك خالص. اول حاجة ببدأ بايدي افصل الشوكة من جنب، وبعدين بتك على الرنجة وبالراحة خالص ببدأ اشيل الشوكة، بتطلع بكل الشوك. لو شلتيها بسرعة هتتقطع معاكي وهيبقى فيه شوك جوه السمكة. ببدأ برضو ان انا افصل عن السلسلة اللي ورا الصغيرة دي، افصل اللحم كده بعيد عنها، وهبدأ ان انا بقى اقسم الرنجة لنصين بعيد عن السلسلة اللي في النص دي بالمقص، وبفصل الجنب ده والجنب ده وبتبقى السلسلة موجودة. اول حتة بس بتبقى متعبة لما بشيل الجلد، وبعدين بسند بايدي التانية وبشد مرة واحدة بتطلع القشرة كلها بمنتهى السهولة. ببدأ بقى بالسكينة انضف الحاجات السودة اللي بتبقى في اللحم ديت، وانا بنضفها بتكة شوية عشان لو في اي سفة او اي شوكة تطلع معايا بالمرة. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو طبعا موضح اكتر من الكلام. انا بتكة شوية عشان لو في اي شوكة او سفة يطلع معايا، لكن سحبة السلسلة اللي انا بسحبها دي ما بتخليش فيها اي شوك خالص. والرنجة كده معايا اتنضفت بمنتهى السهولة. بنضف بقى مكان ما كنت بنضف الرنجة، بنضف بمنديل وببدأ اقطع الرنجة لقطع صغيرة كده على نضافة. انا بحبها مكعبات صغيرة كده، قطعي التقطيعة اللي تريحك. تاني نوع من عمايل الرنجة ان انا بسلقها، وبتبقى حلوة جدا. يعتبر دي احسن طريقة للرنجة. ساعات الرنجة بنجيبها نلاقيها حادقة شوية، الطريقة دي بتخليها حلوة قوي، وبنضفها بنفس الطريقة. بس هسرع بقى الفيديو شوية علشان ايه ما نطولش عليكم. بدأت برضو ان انا اطلع البطارخ وانضفها، وهبدأ برضو افتح الرنجة بنفس الطريقة. دي كانت البطارخ بتاعتها ناعمة وانا وريتكم البطارخ. بتك على البطن والرنجة مقفولة، اللي الاقيها طرية يبقى البطارخ طرية، واللي الاقيها ناشفة بتبقى ناشفة. وانا بصراحة بحب الرنجة جدا اللي بطرخها ناشف كده ومرمل. سحبت السلسلة بنفس الطريقة وبدأت أفصل الرنجة برضو من الجناب. أظن الفيديو شارح نفسه ومش محتاج إن أنا حتى أعمل عليه تعليق صوتي أو إن أنا أشرح لكم أنا بعمل إيه. برضو ببدأ أنضف الجناب، والحتة الناشفة دي بشيلها، بتتشال بكل الشوك اللي في الجنب. بصوا مجرد ما بتشيلوا الحتة اللي في الجنب دي وبتبدأوا تنضفوا، خلاص الموضوع بيبقى تمام جدا. يعني أول ما بتشيلي الحتة اللي في جنب الرنجة وتبدأي بالسكينة تنضفي الحتة السودة دي بتطلع بكل الشوك. بصوا أنا حاولت أفصلها مرة واحدة لكن طبعا مش هتنفع، فصلت السمكة ورجعت تاني شلت الجلد. طبعا هو الجلد بتاع المسلوقة بيبقى مهري شوية، لكن برضو بيتشال بمنتهى السهولة. وادي الرنجة معانا برضو اتنضفت ما فيهاش اي مشكلة خالص. النوع الثالث ان انا بشويها، وده بيدي برضو طعم حلو قوي في الرنجة. ومحدش يقول لي بتحدق، ما بتحدقش خالص، بتبقى احلى واطعم وليها طعم حلو قوي. بفضل اشوي فيها على النار لحد ما تفتح معايا كده، يبقى هي كده استوت وتمام. ببدأ برضو اشيل الدماغ وافتح البطن كده بالمقص. وانا هنا يعني سرعت الفيديو اكتر شوية علشان برضو ما طولش عليكم. بشيل برضو البطارخ اركنها على جنب. ورنجة يعني تنظيفها سهل جدا، معرفش انتوا ليه بتستصعبوا. صدقتوني بقى ان الرنجة ليها كذا طريقة. هبدأ برضو بالراحة كده افصل الشوكة من الجنب. بصوا حاولوا تركزوا قوي في حركات ايدي وانا بشتغل. بصوا بالراحة قوي ببدأ افصل السلسلة بتطلع بكل الشوك،
ببدأ اشيل الديل بالمقص وارجع افتح كده. بصوا بتطلع كلها بمنتهى السهولة. برضو هقطع بقى. دي كانت الرنجة المشوية والمسلوقة. تمام، هنبدأ بقى نقطعها ونشوف هنقدمهم بكذا طريقة. انا بحب اقطعهم على قد اللقمة كده، بتبقى اسهل واطعم وما بنتعبش قوي واحنا بناكلها، ونفضل بقى ايه نشيل منها شوك ونقطع منها وكده. قطعتها. بصوا انا هعمل كذا طريقة. انا بحب قوي استخدم البصل الاخضر، بيبقى ليه طعم مميز كمان عن البصل العادي. ببدأ ان انا اقطعه كده 4/4 وبعدين هخرطه. الفيديو شارح نفسه، انزلوا بقى حطوا لايك. بصوا انا بحاول ان انا اقطعه حتت صغيرة علشان ما يبقاش باين وتبقى السلطة كلها متجانسة كده مع بعضها. حطيت الطماطم والفلفل الاخضر والفلفل الرومي وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض. في ناس بقى في المرحلة دي بتحط الطحينة من غير ما تخفها شوية. انا بحس الموضوع ده بيبقى طعم الطحينة مركز جدا وما بيبقاش طعمها حلو. انا بحب اخفها كده بشوية مية. فخدت شوية كده من الطحينة وهحط لهم حبة مية صغيرين. مش هخفها ان هي تبقى زي الطحينة بتاعت المشوي والكلام ده، لا، انا هخليها تقيلة كده زي ما هي واضحة معاكم في الفيديو. هبدأ بقى اخد شوية زيت وليمون وطحينة وسلطة واعمل كل واحدة بطريقة. الثابت في الموضوع الزيت والليمون، ده ثابت في كل الانواع اللي احنا هنعملها. المختلف هو بس السلطة او طحينة او سلطة وطحينة او سادة بزيت وليمون. خدت بقى شوية من السلطة اللي انا عاملاها دي والطحينة والزيت والليمون وهبدأ ان انا اقلبها، وده اول صنف معانا. تقليبة كويسة. الصنف التاني حطيت له زيت وليمون وهحط له طحينة بس، وانا عن نفسي بحبها كده قوي. ودي بتنفع قوي في الرنجة الحادقة، ان انتي ما تحطلهاش طماطم وسلطة فما تحسيش قوي بطعم الملح اللي فيها. فصلت الطبق كده بقرن فلفل شكله شيك وحلو، ان انا هحط صنفين في الطبق. ده اول صنف معايا اللي هو بالطحينة بس، والتاني بسلطة وطحينة، وقلنا الثابت زيت وليمون. بصوا شكل الاطباق يفتح النفس والله، جميلة جدا. يلا بالهنا والشفا على اللي كل. نيجي بقى لتاني نوع. حطيت له زيت وليمون وقلنا ده ثابت، وهحط له سلطة. النوع ده بقى مميز جدا، بيبقى طعمه حلو قوي، بتحسوه كده طعمه بيور وحلو. يعني الطحينة برضو بتغير شوية في طعم الرنجة، لا دي بقى حاجة ممتازة بجد. هرص بقى جنبها البطارخ. انا كده يبقى شكلت لكم شوية اشكال واصناف حلوة تقدروا تقدموا بيها الرنجة على غير العادة اللي احنا بنقدم بيها رنجة سادة بس، وبرضو هنعملها. حطيت برضو على البطارخ شوية كده زيت وليمون علشان الطعم يبقى رايق. اخر بقى نوع معانا اللي احنا متعودين معاه ان احنا بنحط للرنجة زيت وليمون. وعلى فكرة الرنجة ليها اصناف تانية كتير جدا هنعملها معاكم برضو ان شاء الله. حطيت كده قرن فلفل وشوية ليمون وفلفل اخضر عشان الطبق يبقى شكله حلو، وعصرت ليمون. وبصوا الرنجة ليها اصناف تانية كتير قلنا هنعملها مع بعض وهتعجبكم برضو ان شاء الله. بصوا بقى شكل الاطباق ما شاء الله تبارك الله. مين كمل معايا الفيديو لحد هنا وما نزلش عمل لايك، انزلي حطي لايك. بصوا الاطباق ما شاء الله لما تبقي حطاها على سفرتك كده، وممكن بقى تحمري جنبها بطاطس، ويا سلام بقى على حبة عيش كده مقمرين، يبقى حلو قوي. اللي وصل معايا لحد هنا من الفيديو يعمل لايك وشير كتير قوي للفيديو، وبكده نكون خلصنا كل الاطباق والاصناف كلها طالعه تحفه زي ما انتم شايفين. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.